إن شاء الله دلوقتي هنبدأ نتكلم عن موضوع إمتى أبدأ أدي الرضيع بعض الأكلات. الرضيع كنا زمان نقول إن مفيش أي أكل طالما فيه رضاعة طبيعية قبل 6 شهور. طبعا سواء رضاعة طبيعية أو صناعية، لكن دلوقتي الحقيقة عشان الطفل لو بدأتي توكليه عند 6 شهور ممكن يبدأ يغلبك شوية والموضوع يتأخر عند 8 و9 شهور أما يبدأ ياكل، وبالتالي ده بيخليهوش ياخد العناصر الغذائية المكتملة ليه. لأن بعد 6 شهور اللي يهمونا قوي في الرضاعة الطبيعية حتى لو ضعيفة، بيبدأ المعدل الرضاعة الطبيعية ينخفض الأهمية الغذائية، الخط البياني بينخفض لغاية تقريبا عند السنة ونص، بيبقى مجرد سكاتة الصدر بتاع الأم. ف... فدلوقتي احنا بنفضل نوكل عند 4 شهور، اما ياخد الطفل ابرة ال4 شهور وهو في بداية الشهر الخامس نبدأ نوكل حاجات معينة. ايه الحاجات المعينة اللي نبدأ نوكلها عند 4 شهور؟ سيريلاك بالقمح او بالرز ونعملهم بالمية، شوربة الخضار بنسلق البطاطس والكوسة والجزر، ودي حاجات مختارة لانها ما تبقاش حاجات مسهلة ولا ممسكة، ونضربهم نسلقهم ونضربهم في الخلاط وسنة ملح صغيرة ونديها، نحط للطفل في الببرونة مثلا. تالت حاجة كل أنواع الزبادي ما عدا البلدي، يعني بلاش معظم الأنواع بقى بتاعت الزبادي العادية اللي بالسكر اللي بالفاكهة، بس البلدي ممنوع. ممكن ندي البسكوت الميري أو الأهلاوي اللي هو السادة في المية أو في الزبادي. هل هندي كل الحاجات دي في الشهر الخامس والسادس؟ لا، اللي في إطار كبير اللي يقبله ويريحه هنديهوله. يعني في حاجات مش هيقبلها ومش عاجباه طعمها فخلاص هنأجلها، وفي حاجات هيقبلها الطفل لكن مش هتريحه، نبدأ نلاقي انتفاخات، نبدأ نلاقي بيطلع ريح كتير، يبدأ نلاقي ممكن سنة إسهال أو إمساك، يبقى هنبطل الحاجات دي. يبقى احنا بندي الحاجات دي بنبدأها عند تمام الشهر الرابع، يعني في الشهر الخامس وفي السادس. بعد ما ياخد الطفل ابرة 6 شهور بقى بنبدأ بقى نفتح الأكل على الآخر، لأن كمان لو كان بياخد لبن صناعي مرحلة أولى يفضل بقى مش عايزين نديله مرحلة تانية ونفتح في الأكل. ياخد بقى اما يتم 6 شهور في الشهر ابتداء من الشهر السابع، يعني كل أنواع الزبادي ما عدا البلدي برضو، كل أنواع السريلاك. نبدأ نطعم بقى بصفارة أو بياض البيض، نبدأ ندي الكبدة المهروسة أو النسر اللحمة والفراخ في شوربة الخضار أو في لسان العصفور. نبدأ نديله نطعمه بقى، نلحسه كمان طبيخ بس يكون معمول بزيت ذرة وعباد شمس عشان ميبقاش تقيل على معدته. يبقى احنا بنبدأ عند عند ابتداء من الشهر الخامس عند تمام ال4 شهور، بعد ما ياخد إبرة ال4 شهور نبدأ نوكل حاجات معينة في إطار اللي يقبله ويريحه وبنديهوله، وبعد كده بنفتح في الأكل شوية بعد 6 شهور لما ياخد إبرة 6 شهور. طب بالنسبة للبن البلدي والزبادي البلدي بتوعنا، لا دول ما عند تمام السنة. أي حاجة كاملة الدسم يفضل إنها تبقى بعد السنة عشان ما تعملش مشاكل في المعدة، وكمان بعض الأبحاث قالت إنها بتعمل حساسية على الصدر لو اتاخدت قبل السنة. نتمنى للجميع صحة جيدة ونتمنى أطفالنا كلها صحة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.